السلام عليكم. اولا وقبل كل شيء ما تنسوش تعملوا اشتراك ومشاركة لاصحابكم وحبايبكم باش تكبر القناة ونعلو في مستوى الافكار ان شاء الله، وضغطوا الجرس ليصلكم منا كل جديد. طبعا الفكرة اليوم ضوبنا الشمعة تاعنا. جبت 3 شمعات عادي، حاولت نكسرهم، ومن بعد ما نكسرهم هكذا هذو الشمعات العادي نذوبهم انا نذوب طول على الريزيستانس، نارها ماهيش حامية ياسر. ومن بعد نجيب شمع النحل اللي هو غالي شوية، من جبت مغرف واحدة نضيفها 3 شمعات هكذا يخلي لي الشمع تاعي عنده واحد اللمعان رائع حتى في التلوين. والله في الشمعة تكون متماسكة، تكون هكذا جلاسي ثاني، صلبة وجلاسي، واللون تاعها واحد لون رائع يلمع. هذه الميزة اللي تخلينا نضيفوا شمع النحل والله المصلب اللي راح نتعرفوا عليه في الفيديوهات القادمة ان شاء الله. تابعوني للاخر راح نشوفوا وراح نوصل النتيجة تاعنا. احنا نجيبوا المول تاعنا اللي راح نديروا فيه الشمع. هذا نوع من الشمع اللي هو مول الشوكولا. علمت الحروف اللي راح نديرهم بالشمع الشمع العادي، حبة الشمع باه تجيلي سهلة تصب الشمع. وهكذا راح تشوفوا معايا الطريقة اللي درت بها كمية قليلة تاع الشمع. الشمعة هذه تهزلي مغرف، هذا الكاري تاع حبة الشوكولا يهزلي مغرف. يعني انا درت طرف تاع الوان هكذا كما راكم تشوفوا، وضفت عليه ملعقة شمع. ومن بعد نذوب الملون والشمع، ولا نقدر نذوب الملون والشمع مع بعضها في ملعقة ونصب الشمع تاعي عادي في المول. تابعوا معي الاخر تشوفوا النتيجة.